أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وحلقة رقم 9 من قصة الرعب المستشفى المسكونة. حلقة رقم 9 من قصة الرعب المستشفى المسكونة، حلقة قصيرة جدا جدا، احداثها قليلة جدا جدا. انا محبتش ان انا اطول في تفاصيل الحلقة. ليه؟ لان في احداث تانية المفروض انها تحصل في الحلقات الجاية، فانا ما حبيتش اني اطول في احداث الحلقة. وحتى لو القصة دي اللي انا بألفها، لو ربنا اراد ان يتصل بيا مخرج ويقول لي احنا عايزين القصة دي تتعمل مسلسل على ارض الواقع، فده هيكون شرف كبير ليا ان انا المؤلف يوسف القناص يتم تمثيل قصة من تأليفه. يعني حرفيا ده يعني شرف كبير ليا، اتمنى حدوث هذا. يعني اعزائي المتابعين، قبل اي حاجة حط لايك. طبعا ما تنساش تقول لي رأيك في التأليف بكل صراحة. ومبروك يا أعزائي المتابعين، على فكرة احنا وصلنا لعدد مشتركين جميل جدا. احنا وصلنا بفضل الله ل141 مشترك، ولسه احنا في تقدم وازدهار. والأغنية حزينة اللي هي الدنيا طلعت قاسية قساوة، أهلا، جابت 16 مشاهدة. مش عارف هو يعني نسبة المشاهدات فيها قليلة ليه، بس حرفيا أغنية حزينة يعني كانت روعة جدا. يعني حتى بصوا حتة دي من الكلمات: الدنيا طلعت قاسية قساوة، جرحت فيا بكل غباوة، وأنا كنت ممشيها حلاوة، مع كله بتعامل بحنية. آخرتها إيه الحنية؟ الحنية تعبتك أنت، الحنية خلت فيا اللي فيا، واتأذيت جدا جدا. يعني كلمات الأغنية حزينة دي أعزائي المتابعين، انتوا ما تعرفوش أنا بتعب قد إيه في تأليف كلمات الأغاني حزينة، لأن عشان تطلع مظبوطة بالشكل ده أنا بقعد حوالي ساعة في كتابتها أو أكتر. فيا أعزائي المتابعين، يا ريت تقدروا متاعبنا وتقولوا آرائكم بكل صراحة. رأيك حتى إذا كان رأيك سلبي فده مش هيزعلني، المهم إني أعرف رأيك. وأشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، مع السلامة.